فهنعمل تراك للفيديو ده على السريع. هنعمل تراك عن طريق برنامج بلندر. انا عندي كذا نسخة، انا استخدم اخر نسخة اللي هي بلندر 4.3. هفتح البرنامج، دي واجهة البرنامج. همسح الحاجات اللي جوه. طبعا المفروض اللي بيدرس كورس السي جي اي يكون هو فاهم بلندر بشكل قوي طبعا، او على الاقل يكون بيجنر فيه، يعني يكون عارف ايه هي اللي اوت بتاعته، ايه الزراير دي، ايه الواجهات ديت، ازاي يقدر يعمل موديلنج، ويعني ايه ماتيريال، يعني ايه اضاءة، كاميرا، الكلام ده كله يكون عارفه. كمان انيميشن طبعا لازم يكون فاهم يعني ايه انيميشن. فلو انت مش عارف القصة دي، يعني لو انت مش واضحة معاك بلندر ولسه مش فاهمه اوي، انصحك ان في كورس مجاني انا بقدمه، هو بلندر بيجنر توتوريالز، هتلاقيه على اليوتيوب. هفتح لك الصفحة بتاعته، دي صفحة الكورس. عندي هنا على الصفحة هتلاقي هنا الكورس بيبدأ من أول الانترفيس خالص، وانت طالع بعد كده بقى بيبدأ يوجهك للماتيريال والموديلنج وإعدادات الإضاءة، بيعرفك كل حاجة بالتفاصيل. بعد كده بيبدأ الورش، والكورس حاليا تحت التحديث، يعني احنا عملنا كذا ورشة ورفعنا بعض المحاضرات الخاصة بالديناميكس والانيميشن وهكذا يعني. فلو انت مش عارف يعني ايه بلندر وعايز تعرفه من الصفر، انصحك تدخل على الورشة دي. طيب خلينا نبدأ على بلندر، نشتغل اول ورشة. احنا هنيجي في المكان الفاضي ده، تيجي هنا على اليمين تلاقي علامة زائد، تيجي حاجة اسمها هنا VFX تضغط، بعدين تيجي على الموشن تراكنج وتضغط عليها. هتلاقي البانل اتحولت بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا كل اللي انت شايفه ده هنشرحه ونعرف هو ايه. دي البانلز، السيت اب بتاع الفي اف اكس او الموشن تراكنج بشكل عام. الجزء اللي على اليمين ده خاص بالبروبرتس، الجزء اللي على الشمال خاص بالتراكنج. يبدأ يظهر كل حاجة وانس ان احنا نقدر ان احنا عملنا ابلود للفيديو بتاعنا. فالفيديو ده الباس بتاعه ناخده كوبي، وهاجي هنا على اوبن، اجي اضغط هنا كنترول في واضغط، هيجيب لي المكان بتاعه. فانا هاجي هنا على الفيديو واقول له دبل كليك، هيعمله لود. ده الفيديو بتاعي تمام. هتلاحظ ان في قائمه هنا وفي قائمه هنا. القائمه اللي على الشمال دي قلنا خاصه بالتراكنج، دي اعدادات الفيديو تمام. اول حاجه لازم تبص عليها هي القيمه اللي هنا. القيمه دي عباره عن 27 في 1080 1280، ودي مقاس الفيديو. مقاس